السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متتبعين مطبخ فرح والمشتركين مطبخ فرح واللي دخل عندنا جديد وأول مرة يشاهد الفيديو نقول له ما تبخلناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش ينزل لك كل جديد من الوصفات اللي ننزلوها في قناتنا. حبيت نشارككم اليوم وصفة اللي هي بوراك العنابي. هذا البوراك رائع، يعني من أحسن بوراك أنواع البوراك هي البوراك العنابي، مشهور في الجزائر. كاين بزاف يقول لك راه ما ينجحناش هذيك البيضه اللي نديروها ما طيبش. هذه الوصفه تنجح كما راكم تشاهدوا، البيضه كذلك طيب. كاين اللي يقول لك تقعد لنا كيما هي نيه ما طيبش وما تنجحش. مي بهذه الوصفه ان شاء الله راح تنجح لكم وكذلك تجي بنينه ورائعه. وهذا البوراك دائما يكون حاضر في الطابلة تاعنا في رمضان مع الحريرة او شوربة الفريك، اكيد طرونش تاع قارص او ليمون. هاليكم كما راكم تشاهدوا جاء رائع ومقرمش كذلك. نبداو على بركة الله، بسم الله. عندي حبتها بطاطا فورتها ودرت لها الملح وهي تفور. هنا درت القليل من الكركم وكذلك فلفل اسود وضفت 2 حبات تاع فرماج هرستهم كامل مع بعض. هرستهم مليح كما راكم تشاهدوا حتى تحصلوا على هذه البطاطا بنتها رائعه. هنا عندي شوي فيونداشي ضفت له 2 ملاعق كبار من الزيت وكذلك شوي بصل وشوي فلفل اسود وملح. درتهم فوق النار حتى طابت لي كامل هذاك اللحم المفروم. هنا للحشوة عندي فرماج مرابي هنا وشرائح زيتون، حبات بيض، هنا حشاوش، حبات فرماج، كذلك شرائح بصل اخضر. وهنا البيونداشي تاعي اللي طيبته والبطاطا اللي هرستها واكيد ورق الديور. كيما ورق الديور هنا الا كان عندك مشري ولا ما كاش تقدري تخدميه بيدك، راني منزلت لكم في القناه يعني طريقه تحضير ورق الديور. اول حاجه راح الحبه الاولى نقطعها الى 4 قطع تحصل على مثلثات. هذو المثلثات دركا نوريكم كيف نستعملوهم. طريقه الحشو نجيبو حبه البوراك اول حاجه ونديرو مثلث ونديرو هنا البطاطا. نمشي البطاطا كامل ونحاول نديرها على شكل حفرة باش مرة اخرى تساعدني كي نحط البيضة ما تتحركش هذيك البيضة. نديرها بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا، يعني شكل حفرة ونديرو الفرماج المرابي شيدار او روج يعني وش عندك. شرائح الزيتون الاخضر، شرائح البصل كذلك الاخضر. هنا درت حشاوش، انا ما نحبش المعدنوس، اللي يحب المعدنوس يقدر يدير معدنوس. والفيونداشي او اللحم المفروم اللي طيبناه. ودائما نخلو هذيك الحفرة فارغة باش نديرو فيها البيضة. هنا درت شرائح البصل الاخضر كذلك يعطي نكهة رائعة وتبقى اختيارية يعني حسب الرغبة. اللي ما يحبوش ما يديروش. والفرماج كذلك قطعته هنا كما راكم تشاهدوا على الاطراف.
في هذه الوصفة راح ينجح لكم. هنا عندي هريسة حارة، والبيضة نديروها في الوسط وين هذيك الحفرة باش ما تتحركش. حاولوا ديروا البيض، تختاروا البيض يكون صغير يعني ما يكونش كبير. انا هنا البيضات تاوعي كما راكم تشاهدوا صغار. هاي الحبة الاولى ممكن الفيديو مش واضح، الحبة الاولى مش واضحة. ضفت الفلفل الاسود من الفوق، ما ضفتش الملح لاني دايره الفرماج ودايره الزيتون راح تجي مالحه. وغطيتها بمثلث اخر اللي قطعتهم هذوك في البدايه. هنا الفيديو الحبه هذه ماشي واضحه، الحبه الثانيه ان شاء الله راح تكون واضحه. ونسكروا الحبه تاع البوراك تاعنا على شكل مربع بهذه الطريقه، نطوي الاجناب والاطراف. يعني طريقه سهله. وتكوني دايره الزيت تاعك يغلي، بعد ما يغلي الزيت ديريه على نار متوسطه. ها ليكم الحبه الثانيه، شاهدوا البيض ديروه في الوسط، شوفوا مش راح يتحرك، يعني تخافي لي يتحرك ولا يسيح ولا لا. وندير قليل من الفلفل الاسود ونرجع نغطيه بالمثلث هذاك. ونطوي الجوانب والاطراف على شكل مربع. كنعود راح نحطوه في المقله في الزيت، نحطوه على الجانب المطوي، يعني على هذه الجهه المطويه باش ما تتحليش. كما قلت لكم لازم يكون الزيت بعد ما يغلي تنقصوا عليه النار، يعني ديروه نار متوسطه. وديروا الحبه تاعكم كما راكي تشاهدوا، وديروا فوقها الزيت من المغرفه هاك، وما تغفلوش عليها، يعني توقفوا مع الحبه حتى تطيب، حتى تحصلوا على اللون الذهبي. وطيب الحبه ويطيب كذلك البيضه اللي درناها. وهاليكم بعد ما طاب البوراك العنابي. برك اللي تتوحم نقولوا لها اسمحي لنا شاهينك في الجنه. هنا قسمت لكم حبه باش تشاهدوا من داخل كيفاه طاب. هاليكم البيضه كيفاه طابت. هنا كاين اللي يحب يطيبوا نص طياب البيضه تكون طيبه نص طياب، وكاين اللي يحب يطيبها يعني تبقى حسب الرغبه. كذلك كما راكم تشاهدوا هنا انا البيضه طابت والفرماج سايح. الله الله، واش نقول لكم، برك خاص هنا عرفيه تاع شوربه فريك ولا تاع حريره ولا فيرميسير كذلك، اكيد مع طرونش ليمون. ان شاء الله وصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، وما تبخلوناش باللايك بعد مشاهده الفيديو، تعليقكم ارائكم. كذلك اللي دخل عندنا جديد كذلك نقول له ما تبخلناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله كل ما ننزلوا جديد ينزل عندكم. الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه جديده، مطبخ فرح.